رسالتي النهاردة للست المستحملة علشان خاطر المركب تمشي. أحب أطمنك وأقولك إن المركب هتغرق، فخدي بالك المركب هتمشي لما يكونوا الطرفين بيجدفوا مع بعض، الاتنين بيسندوا بعض. لكن لما تلاقي الراجل اللي معاكي بيزهقك في عيشتك علشان بقى لقى غيرك زهق منك، انتي منكدة عليه، أو هو أصلا أسلوبه غليظ ومش متربي، هيتعامل معاكي بأسوأ سواء بالألفاظ أو بالأفعال، يا إما هيتعامل معاكي بالصمت العقابي. للأسف تفكيره محدود، اتربى على إن قوة الراجل في عضلاته وفي لسانه. الراجل ده إحنا كستات بنشفق عليه. اسمعني كويس، لما تيجي توصل الست إنها تكون مش شايفاك هتتعامل معاك بهدوء، وهتديلك فرصة و2 و10 و20. ده مش ضعف ولا قلة حيلة، لكن احنا كستات ربنا سبحانه وتعالى حط فينا كده ميزة حلوة وهي الصبر، واخد بالك؟ فخلي بالك بعد انتهاء الفرص هتلاقي ست تاني خالص، هتلاقي ست قوية. القوة مش بالانتقام ولا انها تتعامل معاك الند بالند. وعلى فكرة في ستات بتتعامل بالقوة وبترد اللفظ بلفظ، لكن الست الطبيعية قوتها في البعد في صمت، وهي عارفة ان البعد مؤلم، لكن الألم بعد صبر بيدي قوة. فالست القوية هتعرف ترجعك إنسان غريب، ما تلومش غير نفسك. قوة الست إنها تردلك الألم من غير كلام، فإنها تقدر تموت روحك. القوة مش بالعضلات، القوة في إنك تجبر عقلك إنه يسيطر على نفسك، وفي النهاية لكل ظالم نهاية.